مصر في الفترة دي كانت بتعاني اقتصاديا جدا جدا تحت حكم الرومان اللي استمر حوالي 600 سنة قبل دخول الفتح العربي الإسلامي لمصر، لدرجة إن هم كانوا بيعانوا أشد المعاناة المصريين من الحكم ده، بخاصة الضرائب، لأن في بعض المؤرخين بيقولوا إن الفلاحين كانوا بيسيبوا الأرض الزراعية بتاعتهم هربا من الضرائب، لأن هو بيزرع وفي الآخر بيدفع ضرائب وبيستدين وممكن يتحبس ومش محقق أي نفع. حتى إن ظهرت وقتها إن المصريين بيتختموا على قفاهم بختم الضرايب، إن هو اللي دفع ضريبة يتختم، وظهرت بقى فكرة يعني اللي يقول لك أنا مختوم على قفايا. لكن ده مش موضوعنا. الموضوع إن مصر كانت بتعاني أشد المعاناة، بداية من عصر الإمبراطور دقلديانوس الروماني، الإمبراطور الروماني اللي بدأ إن هو يضطهد الكنيسة المصرية